بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وفقها في الدين برحمتك يا أرحم الراحمين. الدرس السادس والعشرون من دروس كتاب علم التجويد للشيخ يحيى بن عبد الرزاق الغوثاني حفظه الله تعالى، ضمن مقرأة أهل الله الإلكترونية الشمال السوري بعنوان الإقلاب. تعرفنا سابقا أن أحكام النون الساكنة والتنوين هي 4: الإظهار والإدغام والإقلاب والإخفاء. الإقلاب هو ثالث أحكام النون الساكنة والتنوين. لغة، الإقلاب هو تحويل الشيء عن وجهه أو قلبه عن وجهه أو جعل حرف مكان حرف، وهذا يعتبر قريبا من التعريف الاصطلاحي. تحويل الشيء عن وجهه أو قلبه عن وجهه أو تغيير جهته، هذا يسمى في اللغة قلبا أو إقلابا. اصطلاحا هو قلب أو إقلاب في بعض نسخ كتب التجويد قلب النون الساكنة أو التنوين ميما عند الباء مع الغنة. ومما تفرد به حكم الإقلاب أن له حرفا واحدا وهو حرف الباء. شرح التعريف: إذا جاء بعد النون الساكنة أو التنوين، وقد شرحنا سابقا لماذا اقترن التنوين بأحكام النون الساكنة. إذا جاء بعد النون الساكنة أو التنوين حرف الباء فتقلب النون الساكنة أو التنوين ميما خالصة مخفاة عند الباء بغنة. إذا جاءت نون ساكنة أو تنوين وجاء بعدها حرف الباء فإننا نقلب أو نحول النون الساكنة أو التنوين إلى ميم خالصة، كقوله تعالى: كلا لينبذن في الحطمة. كلمة لينبذن جاءت فيها نون ساكنة وبعدها حرف الباء، فلا أقول لينبذن بإظهار النون، وإنما بقلبها إلى حرف الميم. وفي رسم المصحف ترسم هذه الميم دلالة على الإقلاب. هذه الميم الكاملة تدل على الإقلاب. عندنا علامة أخرى في ضبط المصحف، وهي الميم التي لا يرسم الجزء السفلي منها، نصف ميم. حرف الميم هذا كامل كما نراه الآن، هذا يدل على الإقلاب. أما إن لم يكن كاملا فإنه يدل على الوقف، فهو علامة من علامات الوقف، يدل على الوقف اللازم. إذا أن هذه الميم توضع للإقلاب، نون ساكنة وبعدها باء، نقول لينبذن، لا أقول لينبذن. مثلا هنا تنوين ضم وبعده حرف الباء، عليم بذاته، لا أقول عليم بذاته، عليم فيصير النطق هكذا: لينبذ، ياء وبعدها ميم ساكنة عوضا عن النون ثم حرف الباء، أيضا هنا ميم ساكنة عوضا عن التنوين وبعدها حرف الباء. ملاحظات حول الإقلاب. الملاحظة الأولى: كيفية نطق هذا الإقلاب هي أن نقلب النون الساكنة أو التنوين الذي بعده باء ميما، ثم نطبق الشفتين إطباقا خفيفا بلطف ولين بدون كز للشفتين لئلا يتولد عند كزهما غنة ممططة من الخشب، ونخرج غنة الميم من الأنف ثم ننطق بالباء مجهورة شديدة. هنا في بعض القراء يقرؤون الباء بكز الشفتين، والكز الشفتين هو الاتكاء على الشفتين بصورة زائدة عن الحاجة، كأن نقول مثلا لينبذن هذا الكز والضغط الزائد على الشفتين هو غير صحيح، وإنما لينبذن نظهر الباء بصفة الجهر وصفة الشدة التي فيها بدون زيادة عن حدها. الملاحظة الثانية: كثير من الناس يخرج الباء ضعيفة متأثرة بضعف الغنة التي في الميم، وهذه الملاحظة هي عكس الملاحظة السابقة. فالملاحظة السابقة ينبه المؤلف حفظه الله تعالى على التشدد وإعطاء الباء زيادة عن حجمها، وهنا يؤكد على عدم
إخراجها ضعيفة. كثير من الناس ينطق الباء ضعيفة متأثرة بضعف الغنة التي في الميم قبلها، مع العلم بأن الباء حرف شديد مجهور قوي، ونطقه يكون بتقوية كز الشفتين هنا بدون مبالغة، لأنه ذكر في الملاحظة السابقة نبه إلى عدم كز الشفتين، وهنا ذكر كز الشفتين ولكن بدون مبالغة، والضغط عليهما قليلا بعيد نطق الميم كما ذكرته آنفا. كأن يقول القارئ مثلا كلا لينبذن كأن يخرجها ضعيفة متأثرة بالغنة، وإنما غير ضعيفة وغير شديدة جدا بكز الشفتين، هكذا لا ينبذن. الملاحظة الثالثة والأخيرة ما ذكره بعض المعاصرين الفضلاء من أن شكل الشفتين أثناء نطق الميم التي بعدها باء سواء كانت مخفاة أم منقلبة عن النون أو التنوين، المقصود في حكم الإقلاب هنا، يكون متفاوتا فيما إذا كان الحرف الذي قبلها مضموما أو مكسورا أو مفتوحا، وذلك مثل لينبذن من بعد أن بورك، فكأنه يقول إن هيئة الشفتين في حالة الإخفاء الشفوي والإقلاب تتبع الحرف الذي قبلها، فتضم إن كان مضموما وتتمدد إن كان مكسورا أو مفتوحا. وهذا الكلام ليس دقيقا، فالصحيح الذي عليه أهل التحقيق أن هيئة الشفتين واحدة في جميع حالات الإقلاب والإخفاء الشفوي، وهي أن تكون الشفتان منطبقتين بدون كز ولا مضمومتين مقببتين أو مكورتين. المقصود بهذه الملاحظة أن بعض المؤلفين الفضلاء المعاصرين ذكروا أن شكل الشفتين يختلف باختلاف الحركة التي تسبق النون الساكنة أو تسبق الميم الساكنة، فتضم إن كان مضموما، كأن أقول مثلا أن بورك بإقلاب أم بورك، أو مثلا لا ينبذن. وإنما الصحيح أن شكل الشفتين واحد، وهو فرجة الشفتين أو فتح الشفتين فتح عرضي، كأن أقول أم بهيئتهما الطبيعية، أم بورك من بعد، وإنما أقول وإنما أنبو. عندما تنتهي من غنة الإقلاب نبدأ بضم الباء، أنبورك. مثلا أقول لينبذن وهذا خطأ، إنما أقول لينبذن، أضم الياء ثم أبدأ بالإقلاب ثم فتحة الباء طبيعي، لينبذن. خلاصة هذه الملاحظة أن هيئة الشفتين حالة الإخفاء الشفوي والإقلاب هي واحدة ولا تتبع الحرف الذي قبلها. طبعا إخراجها بدون كز زائد أو مبالغة ولا بضعف الباء، هذا والله أعلم. هذا ما كان من توفيق فمن الله وحده، وما كان من خطأ أو نقص فمن نفسي والشيطان، والحمد لله رب العالمين.